الساعات عمالة تعدي والقلق بيزيد للمصريين اللي بيحبوا كرة القدم جدا. بكرة الساعة 10 بالليل كلنا قدام الشاشة مستنيين مباراة مصر أمام أقوى منتخب في المجموعة، المنتخب البلجيكي رقم 9 على العالم، ومنتخب مصر رقم 29 على العالم. يعني ما بيننا وما بينهم 20 منتخب، لكن بالشغف وبالإرادة وبالعزيمة وبالتركيز وبالرجولة وبالجرينتا ممكن نعمل نتيجة جيدة امام المنتخب البلجيكي. ولو عملت نتيجة جيدة اضمن بصورة كبيرة جدا ان انت ممكن تصعد من هذه المجموعة وفي مرتبة كويسة جدا، لان بلجيكا لو تعادلت معاك ما اعتقدش انها ممكن تتعادل في اي مباراة بعد كده، سواء مع ايران او مع نيوزيلندا. لو تعادلت مع بلجيكا عندك الماتش اللي بعديه نيوزيلندا رقم 85 على العالم. ما تنسوش كمان ان ترتيبنا في المجموعة دي رقم 3 مش رقم 2، لان ايران واحدة من افضل المنتخبات في اسيا، قارة اسيا، رقم 20 على العالم، وجاية بعد حرب مع امريكا ومشاكل، وبيروحوا المكسيك ويرجعوا يلعبوا في امريكا، وعندهم جرينتا مش طبيعية للدفاع عن بلدهم. لكن مصريين رجالة، وان شاء الله باذن الله هنعمل ماتش كبير قدام المنتخب البلجيكي. هنلعب بطريقه زون ديفense، والتحولات تكون من محمد صلاح، من عمر مرموش، من امام عاشور اللي اتمنى ان هو يبتدي هذا اللقاء، وان شاء الله ربنا يفتحها في وش محمد هاني ويوقف دوكو اخطر لاعبي طبعا منتخب بلجيكا. يلا يا رجاله اعملوها وكلنا مستنيينكم.